السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ياسمين، عمري 18 سنة، عايشة مع بابا مصطفى وماما شادية. كنت عايشة فرحانة بزاف مع والديا وخوتي، خويا سمير وختي إكرام. هاد السنة خديت البكالوريا ونجحت الحمد لله. بابا كان فرحان بيا وماما عملوا ليا حفلة بمناسبة النجاح ديالي في الباك، وعرضوا على العائلة والجيران. بابا كان عنده صديقه اللي قريب ليه بزاف، هو حتى هو جارنا، كيسكن في نفس المدينة في فاس. وهاد الصديق ديال بابا كيعيش في اسبانيا، كيجيو غير في الصيف في مدينة برشلونة. وتكلم مع الاب ديالي بغا يخطبني لولدو امير. بابا كان فرحان، قالوا انا موافق، لكن خصني ناخذ الموافقة ديال بنتي حتى هي تكون موافقة على هاد الزواج. ومن بعد ما سالات الحفلة ومشاو العائلة والجيران، تكلمت معايا الام ديالي، قالت لي يا صديق الاب ديالك خطبك لولدو امير. وشفت الام ديالي والاب ديالي فرحانين، بس انا وافقت على هذا الزواج. واخا كنت باغا نكمل القرايه ديالي، قلت من بعد نقدر نكملها واخا نكون مزوجه. وعملنا العقد، ووجدنا الورق اللي غادي يحتاج امير باش يدفع لي التجمع العائلي في اسبانيا. من بعد شهر سافر امير وعائلته، رجعوا لاسبانيا، وانا بقيت جالسه في الدار مده 6 اشهر. خرجوا لي الورق ديالي ورجع امير للمغرب هو وعائلته، وعملنا عرس كبير اللي حضروا فيه عائلتي وعائلته، الناس اللي قراب لينا والجيران، الناس اللي كنعرفو. وكل شي كان فرحان، حتى انا كنت فرحانه وامير كان فرحان. والديا كنت كنشوف الفرحه في عينيهم، لاني انا اول بنت عندهم، انا الكبيره. كانوا فرحانين بيا بزاف. ومن بعد العرس بشهر كنت غادي نسافر انا وامير، ومشيت لدارنا، مشيت عند والديا وسلمت عليهم. وجاني فراقهم صعيب بزاف، لاني كنت عارفه غادي نمشي لارض جديده ولغه جديده وبلاد جديده وناس جداد ما كنعرفهمش، والغربه جاتني صعيبه بزاف. تفارقت مع والديا بالبكا، ومشيت سافرت مع امير. وصلنا لاسبانيا، مدينه برشلونه. كان امير حس بيا باني مقلقه، لاني عمري ما تفارقت مع والديا، اول مره قدرت نتفارق عليهم، وهذه هي سنه الحياه. والحمد لله على كل حال. وامير كان كيتعامل معايا مزيان باش يعوضني في هاد الغربه، لان الغربه صعيبه، وانا ما كنعرف حتى واحد في الغربه، ما عنديش العائله هنايا في اسبانيا. قلت لامير بغيت نكمل القرايه ديالي، بغيت نتعلم اللغه ونكمل قرايتي. قال لي لا، تقدري تتعلمي اللغه باش تواصلي مع الناس هنا في اسبانيا، لكن بلا ما تحتاجي تكملي قرايتك. واخا ما كنتش مقتنعه وافقت على داكشي اللي قال لي امير. وسجلت في مدرسه كنت كنتعلم الاسبانيه والكتالونيه في برشلونه. وصل الصيف، وصلت العطله ديال الصيف اللي كنت كنتسناها. هذيك 6 اشهر جاتني صعيبه بزاف، اللي جلست في اسبانيا كاني جلست 6 سنوات. كنت فرحانه باش نمشي للمغرب ونشوف والديا في العطله. وسافرت انا وامير عطله للمغرب، ومشيت عند والديا ودوزت معهم العطله.
دازت عطلة زوينة بزاف، كنا كنخرجوا كنتسارى وكنا فرحانين بزاف. عطلة دازت بحال الحلم وكأنها حلم. ورجعت لإسبانيا، بقيت كنتفكر بالذكريات والعطلة اللي دوزت مع والديا وخوتي. من بعد اني رجعت، من بعد 6 أشهر حملت. من بعد 4 أشهر عرفت عندي بنوتة، وفكرت أنا وآمر نسميوها نور، هي اللي غادي تنور حياتي وتونسني في هاد الغربة. واخا كانوا عندي عائلة أمير، لكن ماشي بحال والديك. هما كانوا كيتعاملوا معايا مزيان وناس مزيانين، كنا كنزوروهم وكيزورونا. السبت والحد ملي كيكون جالس امير من الخدمه، وحتى هما كانوا فرحانين لانهم غتكون عندهم حفيدتهم الاولى. وهضرت مع والدي حتى هما كانوا فرحانين. قلت ليهم باش يجيو عندي عطله. وتزادت نور، وجاو عندي والدي عطله وحضروا معايا الزياده ديال نور. ودار امير سبوع كبير عرض فيه على الناس كاملين اللي كيعرف والجيران ديالنا. والديه ووالديا وكانوا فرحانين بزاف بنور، وحتى انا كنت فرحانه وامير كان فرحان. من بعد اسبوع فات شهر والدي رجعوا للمغرب، وبقيت انا مع نور اللي بقات مونساني في الدار. من بعد العطله ديال الصيف بقيت كنخلي نور مع الام ديال امير اللي كانت انسانه طيبه، كتقول لي اي وقيته جيبي لي نور. الا بغيتي تمشي تقراي خلي معايا نور وسيري كملي، ما تحبسيش من القرايه ديالك، تعلمي اللغه باش تواصلي مع الناس. صافي كنت كنخليها مع الام ديال الزوج ديالي، وكنت كنمشي كنت كنتعلم اللغه الاسبانيه والكتالونيه. من بعد 9 أشهر وصل العطله ديال الصيف اللي كنت دائما كنتسناها بفارغ الصبر، لاني كنت دائما كنشتاق لوالديا، حتى حاجه ما كتعوضني عليهم هما وخوتي. ومشيت عطله للمغرب وديت معايا نور اللي كانوا فرحانين بها والديا بزاف. دوزنا عطله زوينه، كنا كنخرجوا وكنتساراو، كنا كاملين فرحانين. وخوتي حتى هما كانوا فرحانين بنور، خويا سمير واختي اكرام. ودازت العطله وكأنها حلم. 3 شهور كتفوت بلا ما نحس بيها مع والديا وخوتي. ورجعنا لإسبانيا انا وامير، وما درش صديقات في اسبانيا. واخا دابا انا مده 2 سنين وانا في اسبانيا، لاني انا بالطبيعه ديالي ما كنقربش بزاف للناس. وبقيت هكا عايشه مع نور فرحانه ومع امير، حتى هو كيتعامل معايا مزيان. ومع نور كيلعب معاها في اي وقيته كيكون عنده السبت والحد كنخرجوا كنتسارى وكنمشيو عند الام ديالو والاب ديالو، وعايشين الحمد لله فرحانين. من بعد كملت نور 3 سنوات دخلتها المدرسة التمهيدي. هنا قانون في إسبانيا كيدخلوا على 3 سنوات. بقيت كندي نور للمدرسة وكنجيبها، وكنكون فرحانة مع بنتي. ونور كانت كتشبه ليا بزاف ديال الحاجات، في الشكل وفي كل شيء. وكنت فرحانة بزاف مع بنتي ومع الزوج ديالي وأهله العائلة ديالو. وفي هذيك السنة اللي دخلت نور المدرسة حملت. من بعد 4 شهور عرفت عندي بنيتة. أنا كنت فرحانة
لكن أمير ما كانش فرحان. من عارفة عندي بنت بحال يتصدم، لأنه كان باغي ولد. قلت له الخير فيما اختاره الله، راه بحال البنت بحال الولد. البنات كيكونوا حنان حسن من الولد، لكن هو كان مقتنع بأن خصو الولد باش ياخد الاسم ديالو العائلي. هذه هي الفكرة ديالو، بأن الولد كيكون أحسن من البنت. قلت له راه كاين الناس ما عطاهمش الله سبحانه وتعالى شحال من عام كيتسناو باش ربي يعطيهم بنية أو وليد في حياتهم، ما عندهم لا بنيته لا وليد. الحمد لله ونشكره على بنياتنا، واخا هكاك ما داش في هضرتي، بقى كيتبدل شويه بشويه، ما بقاش كيف ما كان. جاو عندي والديا عطله، وتزادت نور، تزادت ملاك. سميتها ملاك، وكانت ملاك الصغير. كنت فرحانه بها بزاف، كنت فرحانه لدرجه كبيره، واخا ما كنتش كنشوف الفرحه في عينين امير اللي ما كانش فرحان، وكانت باينه عليه ماشي كيف ما كان فرحان بنور في الاول. ووالديا ووالديه كانوا فرحانين، وعملنا اسبوع وعرضنا على الناس اللي كنعرفو، ودا السبوع زوين. من بعد شهر رجعوا والديا للمغرب، بقيت عايشه مع امير ومع بناتي. امير ما بقاش كيهتم بينا، كان دائما السبت والحد كنمشيو عند والديه ولا كنخرجوا نمشيو لشي بلاصه نتساراو. لكن دابا بقينا غير في الدار، بقى نهار على نهار كيتبدل للأسوأ، والمعامله كتكون أسوأ من النهار اللي قبل منه. وبقيت صابره وساكته، وما حكيت حتى حاجه لوالديا ولا لوالديه. كنت كنحاول نمشي نقرا باش شويه نبدل الجو ديال الدار اللي ولا امير رجع الجو ديال الدار. جاني اكتئاب بهذيك المعامله اللي كان كيتعامل معايا. وصلت العطله ديال الصيف ومشيت للمغرب، وقلت يقدر يتبدل المعامله ديالو تولي حسن، وبقيت صابره. وصلت للمغرب، اول نهار حطني في دارنا، من تما ما عاودش شفتو، ما عرفتش امير فين مشى. وانا كنت عيانه ومريضه، ما ديتهاش فيه، قلت صافي دبر راسو انا مع والديا، دوز العطله ديالي. ملي شافوني والديا هكاك بقى فيهم الحال، قال لي علاش رجعتي هكا، شنو واقع؟ عاودت ليهم شنو كاين، قلت لهم امير من زادت ملاك تبدل، قالك هو بغى الولد ما بغاش البنت. قلت لهم راه الله اللي كيعطي الولد والله اللي كيعطي البنت، انا ما عندي ما ندير، هادشي المكاتب ديال الله سبحانه وتعالى. صافي والديا بقاو كيقولوا لي راه انت عندك الحق، هو اللي غلط، ما يبقاش فيك الحال. صافي داك الاكتئاب غادي عندي وكيتزاد، واخا مشيت للمغرب اللي كنت دائما كنكون فرحانه في العطله الصيفيه اللي كندوز. والديا داوني للطبيب، مشيت عند دكتوره نفسيه، بقيت متبعه معاها لمده شهرين، الحمد لله وليت مزيانه. شربت ادويه ضد الاكتئاب. الدكتور النفسي ماشي عيب، بحاله بحال اي دكتور، بحال دكتور المعده او دكتور العيون او اي اختصاص اخر. كاين الناس اللي ما كيتقبلوش يمشيو عند دكاتره نفسيين، لكن المشاكل ديالهم كتزاد اكثر واكثر. خص الناس يتقبلوا هذه المساله. الانسان اللي كان عنده شي مشكل نفسي يمشي عند دكتوره نفسيه او دكتور نفسي، لكن مشكل كبير او صغير قبل ما يكبر المشكل. وانا الحمد لله من بعد ما مشيت عند دكتوره نفسيه وخديت الدواء رجعت مزيانه الحمد لله، ورجعت فرحانه وكنضحك مع بناتي ومع والديا ومع خوتي. رجعت كيف ما كنت قبل وحسن.
وفي واحد النهار تكلمت مع امير، قلت له فين مشيتي؟ فين هاد الغبور؟ شهرين ما سولتي لا فيا لا في البنات، من نهار اللي حطيتيني في دارنا ما سولتي فينا. قال لي اسمعي بنت الناس، انا راني تزوجت ورجعت لاسبانيا، لا بغيتي تجي اجي مرحبا بك، بغيتي تطلقي نطلقك، اختاري انت، كيبقى لك الاختيار. انا تصدمت، حكيت هادشي لوالديا، قال لي والدي انت كيبقى لك الاختيار، اختاري انت شنو بغيتي، بغيتي تطلقي تبقاي معنا انت وبنياتك، بغيتي ترجعي انت كيبقى لك الاختيار. انا بقيت كنفكر في بناتي قبل ما نفكر في راسي، قلت نعطيه فرصة ونرجع، ما ربما يكون عادل بيني وبين زوجته الثانية ويتعامل معنا بما يرضي الله. من بعد شهر خديت قرار ورجعت لداري. رجعت امير مرة كان كيزورنا، كيجي السبت الحد، ملي كيكون عنده الوقت كيجي عندي وعند البنات يشوفهم، شفنا شنو محتاجين. ودازت سنة على هذا الوضع، ومراته الثانية ولدت له وليد، وفرحت ليه، قلت الله يكمل عليك بالخير. لكن من بعد زاد عنده الولد ما بقاش كيسول لا فيا لا في البنات واحد مدة طويلة، حتى بالتليفون ما بقاش كيسول في بناته، وبناته دائما كيسولوني على باهم. يقول لي ماما فين هو بابا؟ كنقول لهم باباكم مسافر، باباكم خدام، باباكم مشغول. بغيت نخلي ديك الصورة المثالية للأب المثالي، وهو اللي نساني ونساهم. ما بغيتش نخليهم يتأثروا، نقول لهم ربكم سمح فيكم، ما بقاش كيسول فيكم حيت ولد الولد. بغيت نخليهم دائما كيشوفوه بصورة زوينة. وفاتت الايام وشفت امير ما بقاش كيهتم بيا ولا بالبنات. صافي مشيت بقيت كنقلب على خدمة، وخدمت في واحد الاوتيل في الاستقبالات. وصلت العطلة ديال الصيف وهبطت عطلة انا وبناتي، وامير عايش الحياة مع ولده زوجته الثانية، ما بقاش كيسول فينا واش كاينين ولا ما كاينينش. من هبطت للمغرب حكيت لوالديا كلشي، داكشي اللي واقع، شنو واقع عليا ولبناتي. وقلت لهم امير مبقاش كيسول فينا ولا كيعرفنا كاين ولا ما كاينينش، واخا البنات كيمرضوا ما كيجيش يديهم معايا للطبيب. انا بقيت كنتحمل المسؤوليه كامله ديالي وديال بناتي. قلت لهم انا خديت واحد القرار صافي غادي نطلق منه، لانه ما بقاش كيهتم بينا. صافي والدي قالوا لي فكري مزيان وخدي القرار اللي تكوني مقتنعه به وما تندميش شي وقت. قلت لهم معلي من غادي ندم على واحد ما كيديها لا فيا لا في بناته، ما كيسولش فينا، ما كيهتمش بينا. صافي طلبت الطلاق وطلقت. وخويا في هاد السنه كانت عنده البكالوريا، وكان غادي يطلع لاسبانيا باش يكمل القرايه ديالو، وكنت فرحانه بزاف لان خويا غادي يكون معايا، وغادي نتوانس انا وياه في الغربه ونسى هاد المشاكل اللي فاتوني من قبل. ورجعت لاسبانيا انا وخويا وبناتي، ورجعت الخدمة ديالي وبناتي رجعوا للمدرسة ديالهم. الاخ ديالي كان كيخدم وكيقرا، الاخ ديالي كان كيقرا الهندسة. والحمد لله كنت فرحانة بخويا بزاف لانه ونسني بزاف في الغربة، لاني ما كنتش كنتحمل نبقى غير انا وبناتي بوحدنا، خصوصا دابا انا عندي لقب مطلقة، والمجتمع دائما كيظلم الانسانه اللي كتكون مطلقه، ما كيعرف شنو هما الظروف اللي دازت منهم، كيحكم واحد الحكم خاطئ دائما على المراه المطلقه. صافي بقيت خدامه في الاوتيل، ودازت الايام والشهور
دازت سنتين وانا خدامه في هاد الاوتيل. في واحد اليوم دخل واحد السيد عمرنا ما شفناه في الاوتيل، وسولت واحد صديقه ديالي معايا في الاستقبالات، قلت لها شكون هاد السيد اللي دخل؟ قالت لي هذا صاحب الاوتيل. صافي بقينا خدامين. ورجعت بحالي للدار عند بنياتي، وكنت دائما كنحاول ندير لهم الحاجات اللي يفرحوهم، نكون قريبه منهم، نكون صديقه ليهم. دائما كانوا كيسولوا على الاب ديالهم، ودائما كنت كنقلب على شي حجج ولا على شي حاجه باش ما نخليهمش يكرهوا الاب ديالهم. كنقول لهم باباكم مسافر للمغرب، باباكم مسافر شي بلاصه، مبقاش عايش هنا. كنحاول نخبي، وكنحاول ندرك الشمس بالغربال باش يبقى الاب المثالي في عينيهم دائما، وما نكرههمش فيه حتى نهار. ما كنقولش لهم الاب ديالكم تخلى عليكم وبعد عليكم لانه ولد وليد، ونساكم نتوما لانكم بنات. وكتستمر الحياة. وانا الحمد لله هكا كنت فرحانة، وكنت كناخد القوة ديالي من الاخ ديالي اللي عايش معايا ومن بناتي. كنت كنشوفهم بنات باقا صغار، كنت كنشوف البراءة في عينيهم. كنت كنتشجع وكنقول غادي نقاوم ونكون الام المثالية ليهم، ونخدم عليهم ما نخليهم يحتاجوا حتى حاجة. كنت كنحاول نعطيهم حنان الام والحنان ديال الاب اللي تحرموا منه. وحتى الاخ ديالي كان كيتعامل معهم مزيان، كيلعب معاهم. الوقت اللي كيكون معنا في الدار كيحاول تا هو يعوضهم على الحنان ديال الاب. واخا هكاك دايما كانوا كيسولوا على الاب ديالهم. واحد النهار مشيت للاوتيل، كنت خدامه، جات عندي واحد السيده قالت لي تكلمي للمدير. مشيت عند المدير، دخلت، قال لي قلتي بغيت نهضر معاك. قلت له تفضل. قال لي انا بغيت نتزوج بيك. قلت له اسمح لي، انا ما كنفكرش في الزواج، انا مطلقه وعندي جوج ديال البنات، وبغيت نعيش غير مع بناتي. ما بغيتش نجيب ليهم زوج اللي ما يتعاملش معهم مزيان او يقلل منهم او ما يتعاملش معهم معامله حسنه. قال لي ما تحكميش عليا لانك ما كتعرفينيش، انا كنت مزوج ومطلق، وعطي راسك فرصه تانية وفكري، ما تجاوبينيش دابا. صافي مشيت ورجعت بحالي للدار. جا خويا للدار وهضرت معاه، حكيت داكشي اللي وقع. قال لي اختي انتي باقا صغيره، ما تقدريش تبقاي عايشه بوحدك دائما. انا دابا معاك، لكن ما عرفناش الايام شنو جايبه. فكري مزيان، مربما هاد السيد يكون مزيان ويعوضك انتي وبناتك، على امير اللي ما كيسولش حتى في بناته، ما كيتواصلش معاهم حتى في التليفون ونساهم. قلت له عندك الحق. وبقيت كنفكر شحال، من بعد وافقت. قلت نعطي راسي فرصه تانية، مربما هاد السيد يكون مزيان ويتعامل معايا ومع بناتي مزيان. ورجعت للاوتيل. ام الاوتيل كان سميتو خالد. قلت لخالد انا موافقه، لكن حتى ناخذ الموافقه ديال الوالديه. ملي تخطبني من عند والديا، واخا عندي الاخ ديالي هنا، تواصل معاه تهضر معاه، لكن الخطوبه الرسميه تكون في المغرب. صافي وافق خالد وكان فرحان. ومشيت عطله للمغرب انا وخويا وبنياتي بجوج. مشيت عند والديا وكنت فرحانه، وحكيت ليهم شنو واقع. قلت لهم راه انا خدامه في الاوتيل اللي خدامه فيه، صاحب الاوتيل بغى يتزوج بيا. وخويا سامر قال لي باش نعطي راسي فرصه تانية ونجرب حظي مره تانية، مربما
هاد السيد يعوضني على الحياة الزوجية اللي كنت عايشة في الأول، ما كنتش عايشة مزيان، ولقى شي واحد يهتم بيا وبناتي. والدي تقبلوا الأمر وقالوا لي صافي في أي وقيته يجي مرحبا به. وتكلمت مع خالد وجا هو ووالديه وعائلته، تعرفوا على والديا. ومن بعد حددنا الوقت للخطوبة وعملنا خطوبة عرضنا فيها على عائلتي وعائلته الناس اللي كنعرفو. دازت الخطوبة وعملنا عقد الزواج، ومن بعد بدينا كنوجدو. انا ما كنتش باغا العرس، لكن خالد قال لي نعملوا العرس ونفرحوا، علاش لا. وعمل لي خالد عرس كبير وكنت فرحانه، حتى هو كان فرحان. كنت متخوفه لا خالد ما يتعاملش مزيان مع بناتي. بنتي ملاك اللي كان عندها 4 سنوات وملاك ونور كان عندها 8 سنوات. وحاولت نهضر معاهم ونشرح ليهم بأنه هذا غيكون بحال باباكم، وباباكم سافر لبلاد بعيدة، ما بقاش كيسول فيكم، ما بقاش لأنه بعيد ما قدرش يجي عندكم. صافي. ومن بعد شفت خالد كيتعامل مزيان مع بناتي وكنت فرحانة بزاف، لأن هذه هي الحاجة الوحيدة اللي كنت خايفة منها، لا البنات ما يتقبلوهش وهو ما يتقبلهمش وما يتعاملش معهم مزيان، ما باقا أطفال صغار. لكن الحمد لله هما تقبلوه، وكان كيتعامل معهم معاملة حسنة، كيلعب معاهم يضحك معاهم. حتى في واحد الوقت بقاو كيغوتوا له يهضروا معاه وكيقولوا له بابا. وانا فرحت بزاف ملي بقاو كيغوتوا له بابا، لانه هو عوضهم على الاب ديالهم الحقيقي اللي ما بقاش كيسول فيهم. وفاتت الايام والاعوام، فاتت 2 سنين وانا كنت جالسه في الدار، ما بقيتش كنخدم ملي تزوجت بخالد. وحملت ولدت وليد، وجاو عندي عائلتي عطلة. ولدت وليد وسميتو خليل، وكان خالد فرحان بزاف، وبناتي حتى هما كانوا فرحانين بخوهم. واخا كانوا عندهم، عرفت بان زوجي الاول او طليقي كان ولد 2 وليدات، ما كانوش كيعرفوا خوتهم، لان زوجي او طليقي الاول ما كانش كيتواصل لا معايا لا مع بناته، ما كانش كيدي بناته باش يشوفوا خوتهم. ملي ولدت انا وليد، بناتي كانوا فرحانين بزاف بخوهم. والحمد لله ربي عوضني بخالد وبخليل، وكنت فرحانة أنا والبنات. وفاتت الأيام وكبر خليل وكبرات ملاك ونور، وكملات نور القراية ديالها ولات محامية. وملاك ولات دكتورة، وخليل مازال كيقرا، دابا عنده 18 سنة وعايشين مزيانين. وبنتي ملاك تخطبات وغادي تزوج. وهدرت مع والدين زوجي الاول باش يجي ولدهم يحضر الزواج ديال بنته اللي ما كيسولش فيها. وهدرت معه الام ديالو والاب ديالو، وجا حضر يوم العرس ديال بنته ديال ملاك. كانت ملاك فرحانه بزاف.
لانها بعد بزاف ديال الاعوام شافت الاب ديالها. وكنت فرحانة أنا وخالد وخليل والدية، وعملنا العرس في المغرب الملاك. ومن بعد عرفت بأن الزوج ديالي أو طليقي الأول، زوجي الأول أو طليقي، عمل حادث، عمل واحد الحادث بالسيارة وتشلل من مور هذاك الحادث. وبأن زوجته توفات، ولادو كبروا وتزوجوا، ما بقاوش كيديوها فيه، ما بقاوش كيمشيو عنده، ما بقاوش كيزوروه، ما بقاش اللي يقابله. بقاو بناتي انا كيمشيو يقابلوه. مشات ملاك ونور هما اللي كانوا كيقابلوه، واخا كانوا تزوجوا كانوا كيعطيو الاغلب ديال الوقت ديالهم لباباهم، اللي كان واحد الوقت نساهم ما كانش كيفكر فيهم. ملي مشاو عنده ندم وبقى كيبكي، وقال لهم نتوما اللي لقيت فيكم الخير، اللي خليتكم نتوما صغارين، لكن ولادي اللي كنت مقابلهم وحطهم في عينيا ما بقاوش كيديوها فيا. كل واحد دار دارو ودار وليداتو، ما بقاوش كيزوروني حتى السبت والحد، ما بقاوش كيجيو عندي. صافي بقى امير مع ملك ونور. مره ملك كديه معاها للدار كيجلس معاها شهر شهرين، كتعاود ديه نور معاها للدار عاود كيجلس معاها شهر شهرين، وهكا بقاو مقابلين البنات بجوج. البنات اللي ما كانش باغي في الاول، ما كانش مقتنع بيهم، كان كيقول البنت ماشي بحال الولد، انا بغيت الولاد اللي يهزوا الاسم ديالي يحملوا النسب ديالي. ولكن ما كانش عارف واحد الوقت غادي بناته هما اللي يهزوه، البنات اللي سمحوه، اللي سمح فيهم وخلاهم هما صغارين. وانا كنت عايشه انا وخليل وخالد، وكنت فرحانه. وخليل كبر وحتى هو ولا مهندس، وتعرف على واحد البنت مشينا خطبنا ليه، وكنا فرحانين بزاف انا وباباه وخواتاتو. مشينا كاملين خطبنا البنت وعملنا خطوبه كبيره. من بعد الخطوبه تزوج خليل، وكان فرحان هو وزوجته. كان كيعيش هو والزوجه ديالو في نفس المدينه اللي كنعيشوا فيها، كنعيش فيها انا وبناتي وولدي خليل. كانوا دائما كيزورونا، وكانوا واخا مقابلين باباهم ما نساوش باباهم خالد اللي رباهم. ولاو عندي الاحفاد، نور ولدت بنيته ووليد، وملاك هي ولدت جوج بنيتات، وخالد ولد وليد. وكانوا عندي الاحفاد وكانوا عزيزين عليا بزاف. كنت كنقول لبناتي وولدي لقيت اللي تكونوا مشغولين او خدامين جيبوا لي وليداتكم نقابلهم. كنت كنديهم نجيبهم من المدرسه. كنت فرحانه بزاف مع الاحفاد ديالي. وامير بقى عايش مع بناته اللي كانوا مهلين فيه بزاف، وكان كيقول لهم انا ما نستاهلش هادشي اللي كديروا معايا، انا ما كنتش كنتعامل معكم مزيان، وانا خليتكم في واحد الوقت اللي نتوما كنتم محتاجين ليا فيه، ودابا انا ملي احتاجيت لولادي ما لقيتهمش، لقيتكم غير نتوما. كان كيبقى فيه الحال كيقول لهم ديوني حطوني في دار المسنين، لكن بناتي كانوا كيرفضوا، كانوا كيقول لهم لا، واخا تحرمنا منك ملي كنا صغار، دابا ما بغيناش نتحرموا منك وحنا كبار، تبقى معانا دائما. وبقى امير معاهم
أكثر من 5 سنوات، وتوفى أمير. وبقيت عايشة مع بناتي وولدي خليل، اللي كانوا دائما كيزوروني كل جمعة وسبت وحد، كنكونوا مجموعين في الدار معاهم أنا وخالد. كنت عايشة فرحانة، وربي عوضني في الأخير بزوج صالح اللي نساني في المشاكل اللي كانوا عندي مع الزوج الأول اللي دابا توفى، الله يرحمه ويسمح ليه، أنا سامحة ليه. وهنا كتسالى القصة ديالي، القصة ديال ياسمين. في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا صفاء، عايشة مع الأم ديالي والأب ديالي والأخت ديالي هناء. أنا شرطية، كنغوص في البحار، والحمد لله الصحة ديالي مزيانة بالرياضة اللي دائما كندير. عندي الحزام الأسود في الكاراتي، وفرحانة بزاف في الخدمة ديالي. كنعيش مع والديا ومع اختي. الأم ديالي فاطمة، والأب ديالي محمد. عايشة في الأسرة ديالي فرحانة بزاف. الأب ديالي محامي، وأنا شرطية. والأب ديالي كيفتخر بيا بزاف لأني في العمل ديالي دائما كنخدم مزيان، وأنا قدوة لبزاف ديال الناس لأني كندير الخدمة ديالي على أكمل وجه. ومعايا في الخدمة ديالي فهد، حتى هو شرطي. حنا كنعيشو في برشلونة. وفهد بغا يتزوج بيا، وانا كنت موافقة، وهضرت مع الوالد ديالي. العائلة ديال فهد والعائلة ديالنا كنعرفوا بعضياتنا لان كنسكنوا في نفس المدينة وقرابين. الاب ديالو صديق الاب ديالي، وحكيت مع الاب ديالي بان فهد بغا يتزوج بيا، باني انا موافقة. والاب ديالي حتى هو وافق لانه عارفوا انه انسان طيب ومزيان. جا فهد والعائلة ديالو، هدرت مع فهد وقلت له بان الاب ديالي والام ديالي موافقين. وجا فهد وخطبني من عند والديا، كنت فرحانة بزاف لان فهد كان انسان طيب مدة 2 سنين وانا كنخدم انا وياه، وتا هو المعاملة ديالو مزيانة مع الناس كاملين. وعملنا الخطوبة وعرضنا على الناس، كل شي داز مزيان الحمد لله. وعملنا عقد الزواج، عملنا عقد زواج مغربي وعقد زواج إسباني، لأن احنا بجوج عندنا الجنسية الإسبانية. ومن بعد 6 أشهر عملنا العرس هنا في إسبانيا، في قاعة ديال المغاربة. عرضنا على الأصدقاء ديالنا اللي في الخدمة اللي كيخدموا معانا، والناس اللي كنعرفو، العائلة اللي عندنا في إسبانيا، العائلة ديالي والعائلة ديال فهد. وكانوا والديا ووالدين فهد فرحانين، واختي حتى هي كانت فرحانة بزاف. اختي صغر مني، حتى هي كانت مازال كتقرا. صافي من مور العرس بقيت عايشة انا وفهد، كنا عايشين مزيان وفرحانين، كنمشيو للخدمة بجوج، كنرجعو للدار بجوج.
وكانت الصحة ديال فهد الحمد لله مزيانة. من بعد 2 سنين حملت، ولدت وليد، وكنت فرحانة بزاف انا وفهد بالوليد، وسميناه نسيم، وكنا فرحانين به، وحتى والديا ووالدين فهد كانوا فرحانين بزاف. وكمل نسيم كمل 1 سنة، والزوج ديالي بداو كيبانوا عليه واحد الاعراض. كان دائما كيجيه الحريق في الراس ديالو، وما عرفتش علاش، وبقى كيمشي للطبيب كيعطيو غير مهدئات باش داك الحريق يتكالما ليه. ما كناش عارفين شنو السبب في داك الحريق، حتى طلب يعملوا له طاك. ومن بعد صدمت واحد الصدمة كبيرة، لاني عرفت بانه عنده سرطان، في الراس ديالو. ما تقبلتش الامر، جتني صعيبة، لانه هو كان انسان طيب معايا بزاف، وكيتعامل معايا مزيان، ومع ولده مازال صغير. ولدي نسيم عاد كمل 1 سنة، وهو الكبير عند والديه. ما كنتش كنتظر هذا الخبر، وكنت دائما كنصلي وندعي الله سبحانه وتعالى باش ربي يشافيه. واحد المدة عاد قلنا له الخبر بانه عنده واحد الورم في الدماغ ديالو، ورم خبيث، وتقبل الامر. قال لي كلشي، اي حاجه تجي من عند الله سبحانه وتعالى خصنا نرضاو بها، نرضاو بالحاجه اللي تفرحنا، نرضاو باي حاجه مزيانه ولا خايبه، والحمد لله على كل حال. وانا تأزمت بزاف، وبقى فيا الحال، لاني كنت عارفه هذا المرض هو خطير بزاف. من بعد 1 سنة على المرض ديال الزوج ديالي، عمل عملية باش يحيدوا داك الورم الخبيث اللي في الرأس ديالو، وحيدوه له الأطباء. لكن للأسف من بعد 6 أشهر كان دائما كيدير كونترول في الطبيب، عرفوا بأن داك المرض انتشر له في الجسم ديالو، وما كاينش العلاج. واخا كان كيعمل العلاج كيميائي وكيشرب الأدوية، لكن داكشي هذاك المرض كان انتشر له في الجسد ديالو. قالوا لي الدكاتره بانه يقدر في اي لحظه يتوفى، وانا تصدمت بزاف، وبقى فيا الحال. ولدي كان عاد صغير، عنده 2 سنين، كنت كنخليه مع الام ديالي والاب ديالي، وكنبقى مقابله الزوج ديالي اللي كنت ديتو لدارهم عند والديه، وبقيت معاه حتى هما كانوا عارفين الخبر. ولكن ما بغيناش نقولوها لنسيم. نسيم ولدي كان باقي صغير، عاد عنده 2 سنين وما يعرف حتى حاجه. وزوجي فهد حتى هو ما قلنا له حتى حاجه، ما قلناش له شنو قالوا الاطباء، وهو يقدر يتوفى في اي لحظه. بقينا هكاك نهار على نهار، كتزاد عليه الحال فهد. حتى ما بقاش كيقدر يهضر، ما بقاش كيقدر يشوف، وبزاف ديال الحاجات. من بعد 3 شهور توفى فهد، وهبطناه للمغرب، دفناه في المغرب.
وجاني اكتئاب ومرضت، لاني ما كنتش متقبله الوفاه ديالو. ولدي كان باقي صغير، ما عرف حتى حاجه، حتى الام ديالو مرضات والاب ديالو. ومن بعد 4 اشهر رجعت لاسبانيا لبرشلونه، وحاولت باش نرجع للخدمه ديالي. لكن ما قدرتش نرجع للخدمه كيف ما كنت. وفي واحد النهار كنت غادا سايقه الطوموبيل بوحدي بالسبت، وبكثرت هذيك الاعصاب، وبقى فيه الحال بزاف على الزوج ديالي. بقيت غادا بواحد السرعه هائله، ما فكرتش شحال ديال السرعه غادا بيها. والطريق ما كانش طريق رئيسيه، كانت السرعه المحدده 80، وانا كنت غادي 120. انا كنت غاديه في ديك الطريق 120، وعملت حادث. ومني فقت لقيت راسي في الطبيب. وعرفت من الاطباء بان هذا الحادث اثر عليا، ما نقدرش نتمشى مره اخرى. وتصدمت مره تانية من بعد الوفاه ديال الزوج ديالي فهد، اللي كنت مأثره به بزاف. دابا زدت تاثرت كتر وكتر، لاني بهذيك السرعه الجنونيه اللي كنت غادا بها فقدت رجليا وما نقدرش نتمشى مره اخرى. قال لي تقدري تمشي مع الا عملتي شي عمليه، وعمليه صعيبه بزاف، النجاح ديالها 20%. وفقدت الامل ورجعت للدار بعد ما كنت انا شرطيه، وكان غوص في اعماق البحار، وكنت مدربه للناس. كان عندي حزام اسود، وكنت مدربه كاراتيه، وليت مشلوله ومقعده في كرسي نتيجه السرعه وسط الناس. لكان الانسان معصب او مقلق او كيمر في واحد الازمه في حياته ما يسوقش وهو معصب، ما يسوقش وهو مقلق على شي حاجه، وما يسوقوش بسرعه هائله، لان السرعه كتخرج على الانسان. السرعه خلاتني جالسه في كرسي متحرك. زوجي توفى، وولدي عنده 3 سنين ومحتاج ليا، وانا ما بقيتش قادره نخدم حتى راسي، لاني جلست في كرسي متحرك وما بقيتش كنقدر نتحرك. صافي بقيت هكا. والديا قالوا لي خصك تعالجي، ما خصكش تبقاي جالسه هكا. وبقيت كنمشي كنحضر. هنا كان واحد القانون في اسبانيا، الناس اللي كيمشيو بسرعه او كيكون عندهم مخالفات كيحيدوا لهم النقط من البيرمي، كيحيدوا لهم دوك البونطوس من البيرمي. ملي كيحيدوا لهم البونطوس كيقدروا يحيدوا لهم البيرمي من بعد الا فقدوا جميع النقاط اللي عندهم في البيرمي. انا وليت من هذوك الناس اللي كيمشيو لهذوك الدروس اللي كيعملوا هذوك الناس. وكنحكي لهم القصه ديالي باني واحد النهار كنت مقلقه ومشيت بسرعه هائله، والنتيجه ها انا مشلوله في كرسي متحرك من شرطيه، ووحده اللي الجسد ديالها كان صحيح وما كانت خاصني حتى حاجه. الحمد لله، والحمد لله على كل حال وجميع الاحوال. واخا انا مشلوله كنحمد الله وكنشكره. وزوج ديالي الله يرحمه ويوسع عليه. بقيت دائما كنحضر في هذوك الدروس وكنحكي للناس القصه ديالي باش يتساعدوا ما يمشيوش بسرعه هائله. كنت كنقول لهم انا كنتمنى بحالكم هما
يوقفهم البوليسي او يحيد لهم النقاط. انا كنت كنتمنى يكون شي بوليسي واقف في الطريق اللي كنت غادا بها بسرعه هائله، يوقفني، يحيد لي البيرمي، يحيد لي النقاط، يحيد لي اي حاجه. لا كنت غنبقى برجليا، ما يبقاش فيكم الحال حيت لقاكم شي بوليسي وحيد ليكم الوراق ديالكم. شوفوا النتيجه ديالي انا، السرعه شنو دارت فيا. النتيجه ديال السرعه كتشوفوها قدامكم. وكنت دائما اي درس كنسمعهم دايرينو كنت مشاركه في واحد الجمعيه، وكنت كنشارك في جميع الدروس اللي كيديروا في برشلونه، وكنت كنحكي لهم قصتي في كل مره وكنعاودها لهم. كنقول لهم النتيجه ديال الحزن، وكنت حزينه ويائسه في الحياه. كنت غادا بواحد السرعه ما كنتش حاسه براسي شحال غادا. وهذه هي نتيجه السرعه، خلتني جالسه في كرسي وانا مشلوله وما كنقدرش نتحرك. من شرطيه ناجحه في الخدمه ديالها، من وحده اللي عندها حزام اسود في الكاراتيه ومدربه للاطفال، لوحده مقعده، من وحده كانت كتغوص في البحار، لوحده مقعده ومشلوله ما كتقدرش تتحرك. وبقيت هكا لمده 2 وانا في الكرسي المتحرك. بقاو والديا كيهضروا معايا وكيقنعوني باش نعمل العمليه. اقتنعت باش ندير العمليه ونبدا حياه جديده ونكبر ولدي ونوقف معاه، لاني وانا مشلوله في الكرسي ما نقدرش نقابل ولدي ولا نقابل حتى راسي. وفعلا مشيت للطبيب وعملت العمليه، والحمد لله العمليه نجحات. ولكن خصني واحد المده ديال الترويض، مده سنه، باش نقدر نرجع كيف ما كنت ونتمشى على رجليا. وبقيت كنعمل الترويض دائما. كانوا عندي 4 الحصص في الاسبوع، كنت كنمشي نعمل دائما الترويض، والحمد لله وليت كنتمشى مزيان، وبقيت كنرجع الصحه ديالي، وبقيت كنوقف على رجليا. ولي دابا عنده 4 سنوات، وبقيت كنقدر نقابل راسي ونقابل ولدي، ورجعت للخدمه ديالي وكنت فرحانه لاني رجعت كيف ما كنت قبل. لكن ما قدرتش ننسى فهد الله يرحمه، وكنت دائما كنهضر مع ولدي على باباه. وكان خدام معايا واحد السيد اخر كان بغا يتزوج بيا، لكن انا رفضت، ما بغيتش نتزوج. وحكيت لوالديا عليه. قال لي بنتي انتي مازال صغيره، ما تقدريش تبقي عايشه بوحدك انتي وولدك، حاولي تبداي من جديد وحاولي تنساي، لان الحياه كتستمر باي حاجه. وفكرت مزيان وقبلت نتزوج المره الثانيه بايمن. ايمن تا هو كان شرطي معايا في نفس البلاصه اللي كنت فيها انا وفهد الله يرحمه، وكان صديقه المقرب. وقبلت، وجاء ايمن خطبني من دارنا من عند والديا، وكانوا فرحانين. وانا كنت كنحاول ننسى فهد ونبدا حياه جديده، واخا عمري ما نسيته. والحمد لله دازت الخطوبه مزيانه بحضور العائله ديالي والعائله ديال ايمن. وكنت كنحاول نهضر مع ولدي بان باباه توفى الله يرحمه، وهذا يعوضه على باباه، لاننا واخا كنعطيه الحنان ديال الام وكنحاول نعطيه الحنان ديال الاب ما نقدرش. وايمن كان عزيز عليه فهد بزاف، وكان صديقه المقرب. ومن بعد شهر من مور الخطوبه عملنا العقد وعملنا العرس. وكان ايمن كيتعامل مزيان مع ولدي، مع نسيم، ونسيم كان فرحان معاه.
وكان هو الأب ديالو اللي كيعوضو حنان الأب اللي توفى، الله يرحمه ويوسع عليه. وكنت عايشة فرحانة مع ولدي نسيم ومع أيمن زوجي اللي كان كيحاول يعوضني لأنه عارف القصة ديالي وباش مريت، لأنه كان دائما في جانب فهد خا كان مريض، وكان دائما كيحاول يخليني فرحانة. والحمد لله ربي دائما الإنسان كيعوضه، والحياة كتستمر، والحياة فيها بزاف ديال الدروس، ودائما خصنا نتعلموا من الدروس اللي كنعيشوا في الحياة. الدرس انا اللي تعلمت في القصة ديالي ومن حياتي، من كل انسان مقلق ولا عنده شي ازمة ولا معصب ما يسوقش الطوموبيل ديالو، ما يمشيش بشي سرعة اللي تخرج له على حياته. انا الحمد لله واخا تشليت لمدة 2 عملت العملية ونجحت لي العملية ورجعت لحياتي الطبيعية، واخا بعد معاناة ديال 3 سنين، 2 وانا في كرسي مشلولة، وسنة وانا كنعمل الترويض، ولكن الحمد لله النتيجة كانت مزيانة ورجعت كيف ما كنت قبل، ورجعت للخدمة ديالي وتزوجت وعايشة فرحانة مع زوجي الحمد لله ومع ولدي. والدي حتى هما كانوا فرحانين بيا، وحملت وولدت بنيتها سميتها نور الهدى، وكنت فرحانة بها هي ونسيم، وكانوا معمرين حياتي. ومن بعد واحد الوقت حبست من الخدمة باش نقابل ولادي، نقابل بنتي وولدي، هما بحاجة ليا وهما صغارين. وبقيت في الدار، وبقى الزوج ديالي هو اللي خدام وانا جالسة في الدار مقابلة وليداتي، وكنمشي عند والديا، ومرة كنمشي نزور القبر ديال فهد الله يرحمه، وكندي معايا نسيم، وكندي معايا بنتي. والحمد لله حياتي رجعت مزيانة وفرحانة. في امان الله وحفظه. نتمنى هاد القصص يعجبوكم، هادو قصص واقعيين من الواقع. والى قصة مقبلة ان شاء الله. في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا زمرد عايشة مع والديا وفرحانين، بابا كريم وماما فاطمة، كنا عايشين فرحانين. وانا البنت الوحيدة اللي عند والديا. خطبني ولد جيراننا احمد وتزوجت به. والدي قبلو حتى انا كنت موافقة على الزواج. تزوجت باحمد وبقيت معه 4 سنوات، وما جابش الله الولاد وما ولدناش. وكنت انا كنقول لاحمد انتبناو شي بنيه ولا وليد، هو كان رافض. وكانت عندي صديقتي اللي قريبه ليا بزاف، صديقتي ريحانه، وقلت لاحمد غادي نزوجك لصاحبتي ريحانه باش تولدوا نشوف وليداتك ويكونوا حتى هما في المقام ديال وليداتي. وبالفعل زوجت زوجي احمد للريحانه، وعشت انا وياها في نفس الدار. ومن بعد سنه ديال الزواج ديال صديقتي ريحانه ولدت وليد، وبقيت انا وريحانه صديقات. واخا زوجتها لزوجي ما تبدلتش عليا، بقات مزيانه معايا، وهي كانت كتولد وانا كنربي معاها. ولدت الولد الاول سميناه فهد، ودوز فهد 2 ولدت بنيته سميناها نسرين. كنت فرحانه بزاف مع الوليدات الصغار، مع نسرين وفهد، كنا عايشين فرحانين. وصديقتي ريحانه كانت كتحسب ولادها
بحال ولادي، لاني انا كنت كنحن عليهم وكنتعامل معهم مزيان، وكنت انا وصديقتي ريحانه بقينا ورجعنا بحال الخواتات، ما بقينا الصديقات. واحمد كان فرحان بزاف لانه عنده بنيته ووليد دابا مع ريحانه، وبقينا عايشين هكاك مده طويله، وكبروا الوليدات ودخلوا المدرسه وبقاو كيقراو. وتخرجت نسرين ولات مهندسه وتزوجات، وفرحنا بها وعملنا عرس كبير، وكنت فرحانه بزاف. كانت كتحسبني انا ماماها الثانيه، وكنا فرحانين انا واحمد وريحانه، وعرضنا على العائله ديالي والعائله ديال ريحان والعائله ديال الزوج ديال نسرين، وكل شيء داز مزيان الحمد لله. من بعد سنتين ولدت نسرين، ولدت بنوته صغيره سمتها ليلى، وكانت كتجيبها ليا نقابلها انا وجيهان، انا وريحان عفوا، وكنا كنقابلوها فرحانين بها لانها كانت حفيدتنا بجوج، حيت نسرين بنتي وبنت ريحان. ريحان ما كانش كدير الفرق بيني وبينها. واحد الوقيته مرضات ريحان، مرضت واحد المرض وبقات لمدة سنة، وتوفات ريحان الله يرحمها، وبقيت عايشة انا واحمد. وكنت باقا كنقابل دائما ليلى، كنت كنقول لنسرين والاحمد حسبوني انا هي ماماكم، وكنت كنحن عليهم بحال ماماهم الله يرحمها وكثر. كنت كنحاول نعوضهم على ماماهم واخا هما كبروا وتزوجوا، وكنت فرحانه بهم بزاف. وما عمري نسيت ريحان، كنت دائما كنمشي نزورها في القبر ديالها انا وولادها وحفيدتها ليلى. وبقيت عايشه انا واحمد، ودائما كنهضروا وكنتفكروا ريحان والذكريات اللي كانوا بيناتنا، لان هي كانت صديقتي المقربه، واخا زوجتها بزوجي ما تبدلاتش عليا وما تغيراتش. كاين بزاف الناس اللي لا السيده زوجة الزوج ديالها هو كيتبدل، واخا تكون صديقتك ولا كتبدل عليك، لكن ريحان الله يرحمها ما تبدلاتش، بقات دائما انسانه طيبه ومزيانه معايا. لكن الله سبحانه وتعالى اختارها من بعد 25 عام ديال العشره انا وياها، الله يرحمها ويوسع عليها. ولد حتى هو تزوج، ولد وليد سماه أسامة، ومشينا حضرنا السبوع انا واختو وبنت اختو ليلى، وكنا فرحانين ليه بزاف وبولده. فاتت الاعوام وتوفى احمد الله يرحمه، وبقيت عايشه بوحدي، ولكن بقاو عندي وليداتي اللي ربيت، ولد احمد وريحان، بقيت عايشه معاهم ومع وليداتهم، وكانوا كيتعاملوا معايا معامله حسنه. ما بقيتش عايشه بوحدي في الدار، وليت عايشه مع ريحان في دارها ومقابله لها وليداتها، كانت كتعامل معايا احسن من يكون ولدت شي بنيته. ملي كرتي ما كانتش تتعامل معايا بحال اللي كانت كتعامل معايا ريحان بنت ريحان الله يرحمها.
وبقيت عايشة معاهم وكنعاونها على وليداتها، وولدت وليد من مور لبنيتها، وسمت ولدها على الوالد ديالها سماتو احمد، وجا كيشبه لاحمد، جا كيشبه ليه بزاف في الملامح ديالو. وكبر احمد دابا عنده 3 سنوات، وانا كنعاون ريحان على بنتها ليلى اللي كبرات دابا عندها 10 سنين، واحمد 3 سنوات وكيمشي للروض، وكنقابلهم ندي احمد للروض وليلى كنوصلها للمدرسة، وكنقابلهم في الدار، وانا جداهم اللي بقيت معاهم في الدار ومنساهم. كملت 50 سنة. والاب ديال زوج نسرين توفات الزوجة ديالو. من بعد ما توفات الزوجة ديالو، عماد زوج نسرين هضر معاها قال ليها بابا بغا يتزوج وبغينا نزوجوه للام ديالك. جات عندي نسرين قالتها لي، بقيت كنضحك قلت لها انا بنتي كبرت عندي 50 سنة عاد نرجع نتزوج؟ قلت لها ماما باش توانسي انتي وياه وما تبقايش تحسي بالوحده غير بوحدك، واخا انا معاك انا وبنتي وولدي وخويا كيجي يزورنا دائما، لكن من الاحسن تزوجي تعيشوا الايام اللي باقا لكم في الحياه تعيشوا مع بعضياتكم. وافقت بالطلب ديال نسرين وتزوجت بالاب ديال عماد، كان اسمه محمد، وعشنا فرحانين مع حفايدنا ومع نسرين. حنا كنا عايشين بوحدنا في دار اخرى، وكانت نسرين دائما كتجيب لي بنتها ليلى وولدها وكيجيو يزورونا، وكنقابلهم كيف العاده لان نسرين كانت خدامه هي والزوج ديالها. كانت كنوصلهم للمدرسه وكنجيبهم عندي للدار، وكنا اسره سعيده. وكنت دائما كنمشي نزور صديقتي ريحانه وزوجي السابق احمد الله يرحمه. كنت دائما كنزورهم ما نسيتهمش لانهم كانوا عزاز عليا، كانوا عزاز عليا بزاف. وبقيت عايشه انا ومحمد مع حفايدنا، وكنا فرحانين وكنا اسره سعيده والحمد لله. لكن من بعد 5 سنوات توفى محمد الله يرحمه، وحزن عليه الابن ديالو عماد لانه ما بقاش عنده لا ام لا اب. ورجعت انا للدار مع نسرين ومع الزوج ديالها، وبقيت عايشه معاهم ومع الاحفاد ديالي، وكنت فرحانه معاهم بزاف. دائما كنمشي نزور زوجي السابق احمد ومحمد وجيهان، وكنت فرحانه مع بنتي اللي ربيت وعمرها ما سمحت فيا وعمرها ما خلاتني، لا هي لا ولدي كان كيجي